تعال اقول لك على كام تفصيله ازاي تعملهم وانت بتنفذ اي باب شقه. باب الشقه بتاعك اول حاجه لازم يكون باب مسيف وقشره ارو حاجه طبيعيه، ويكون عرض الباب ذات نفسه 7 سم، ما يكونش 3 سم ونص، ما يكونش 4 سم. 7 سم ده بيدي متانه قويه جدا للباب. وتركب معاه كالون شيزا ده ماركه ايطاليه معروفه تنفذ كلها في كل الفنادق. احنا مركبين هنا كالونين، كالون فوق وكالون تحت. شيزا مهما حصل عشان لا قدر الله حرامي يحاول يفتحه مستحيل يقدر يفتحه. حاطين رقم الشقه وده مهم جدا تحطه على اي شقه انت بتعمله. عاملين مانع الاتربه حوالين باب الشقه وده مهم جدا عشان برضو يحافظ على ما يدخلش تراب للشقه. مركبين وزره 4 سم على باب الشقه ودي مهمه. في ناس بتركبها 2 سم، لا احنا بنحطها 4 سم عشان لو حد بيمسح بره باب الشقه مفيش ميه تخش ليك الشقه او اي حاجه. مع اكرة سيمبل خالص يعني يمسك منها العميل لما يفتح الباب. العميل هنا بيجي له ضيوف كتير، طلب ان يكون في مغسله في اول الشقه، انك اول لما يخش يكون للضيف اللي عنده لو حاجه عايز يغسل ايده، هيقوم يتغدى، هيقوم يعمل اي حاجه. فركبنا مغسله مع مرايه جميله جدا زي ما انت شايف شكلها. ركبنا معاها خلاطات ايديال ستاندر. ناس كتير كانت بتشتكي من ايديال ستاندر ان الميه ضعيفه. الميه ضعيفه دي مش سبب ان ايديال ستاندر فيها مشكله في المغسله بتاعتها، ده في حاجه اسمها منظم المياه للترشيد عشان نحافظ على مشكله الميه اللي موجوده. بيبقى فيه جزء بسيط جدا كده في الخلاط ده لما بتكلم الشركه بتشيله لك الميه بترجع قويه، لكن ده مش عيب في ايديال ستاندر، بالعكس ده ميزه فيها. وزي ما انت شايف شكل المغسله عملنا تحت وحده تخزين ليها. الوحده التخزين دي من الفوم بورد. الفوم بورد ده بيمنع الحشرات، مانع للبكتيريا، ضد الميه. زي ما انت شايف شكله عامل ازاي، طلعه جميله جدا بسيطه وسيمبل وممتازه. شكرا.